الخبر العاجل في استقالة مدرب المنتخب؟ والله أنا قلت أمس قد يكون خبر علاقات عامة فريق عمل إيه؟ المدرب لتغطية أمر ما. قلت هذا الكلام أنا أمس يعني، ويبدو إنه الخبر يتجاوز إنه يكون خبر علاقات عامة وهو خبر رسمي. لكن حتى الآن يعني المعلومة غير مكتملة أنا من وجهة نظري حتى الآن، لأنه الوجهة إلى الآن يعني فيها شك، فيها غموض بالنسبة لك؟ فيها شك، أنا فيها شك إنه هذا المدرب اللي كان ملء السمع في بطولات كأس العالم وفي في مع المنتخب السعودي وقبلها مع المنتخبات الافريقيه اللي دربها ومع منتخب المغرب، انه ينتقل من كأس العالم من المونديال من تدريب منتخبات كبيره الى تدريب منتخب نسائي، اعتقد انه مساله الا اذا كان هو عنده نظره الى انه هذا قد يكون مدخل له للعوده الى العمل من جديد في منتخبات او في انديه في بلده او حتى منتخب بلده. بس ما تكون بوابه منتخب سيدات يعني. انا ما اقلل، لكن انا اتكلم عن الفوارق، يعني اتكلم عن الفوارق. العوده الى بلده إيه؟ بغض النظر عن العمل القادم قد يكون بوابه له يعني لمكان اكبر، او قد يكون موعود اصلا. انا ماني قادر استوعب هذا الموضوع. عوض، لا انا اسمع اول شيء عوض وارجع لك. تفضل ابو سلطان. والله انا يعني لا زلت مع راي الاستاذ عثمان، معلومه ناقصه. يعني اوكي احنا الان عرفنا انه هو الغى عقده مع المنتخب السعودي، ولكن انا في وجهة نظري ما الغى عقده الا هو عنده عقد، يعني اتفق مع المنتخب اللي هو رايح له انه بس غلق امورك مع المنتخب السعودي وحنعلن عن عقدك الجديد. يعني انا هذا اللي يعني انت تشوف منتخب السيدات هذا مش حقيقي؟ لا والدليل شوف الخبر ما في، يعني هو كان يقدر. وانا ما هو مدح، كلمت الاستاذ عثمان، عندي واحد وكيل اعمال يعني له علاقات وله كذا، يعني قال لي انا زيك كذا ماني مستوعب الموضوع انه منتخب سيدات. فانا اتصور مو معقول، وخاصه هو لما ترجع للسي في منتخبات افريقيه يعني معروفه. وهو شوف الرول او طريقه الفرنسيين دائما يبدأوا بأفريقيا، الانتخابات الأفريقية، وخاصة حتى الفقير عشان يعمل اسم، بعدين يتدرج ويرجع للدوري الفرنسي ويبدأ يمسك من المنتصف ويطلع. يعني هذا تاريخ المدربين الفرنسيين الغالبية أو 70% منهم. نعم. فأنا بصراحة ما أتوقع، لا زلت أنا مصر إنه هو مستحيل يروح لمنتخب سيدات. عنده عرض أو عنده ممكن ماشي. مشكلة إحنا ما نعرفها غير يعني إنه ما حيدرب. ماشي. ابو فهد. اولا لان احنا تعودنا من الاتحاد السعودي ان يعني خطواتها تكون مدروسه، والدليل على ذلك تجديد العقد. احنا ترى ما مر في تاريخ المنتخب السعودي مدرب، يعني اصلا في تصفيات كاس العالم ما في مدرب دربنا في التصفيات دربنا في كاس العالم. يعني دائما نهايه التصفيات نقيل المدرب ونجيب مدرب جديد لكاس العالم. المره هذه يعني مدربنا اللي اهلنا، واهلنا على فكره افضل تاهل في تاريخ المشاركات الست، لان احنا تاهلنا قبل ما نلعب اخر مباراتين، يعني لعبنا اخر مباراتين وحنا متاهلين، فهذا دليل على نجاحه. ولذلك المنتخب جدد معي الى 27، وكان يامل بانه يدربنا في كاس اسيا 23 وكاس العالم 26 وكاس اسيا 27 اللي راح تكون في السعوديه، وان شاء الله نتوج بلقبها. فكانت الرؤيه واضحه والاستراتيجيه وفي تفاهم وتناغم. الصدمة اللي صارت الحين أنا أعتقد أنها تحتاج إلى توضيح. أنا ودي أنه يعني برنامج الديوانية الآن برنامج يعني يعتبر من أفضل البرامج الرمضانية، وفي القناة السعودية الرياضية اللي تعتبر القناة الرسمية. أتمنى أنه يسمعني المسؤول في اتحاد كرة القدم ويتلطفون باتصال مداخلة مع البرنامج، إما الأستاذ ياسر المسحلي إذا كان يستطيع، أو فهد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد، أو حتى مسؤول المنتخب، أو حتى المتحدث الإعلامي بالمنتخب. يعني واحد من الأربعة هذول أو غيرهم يطلع ويقول لنا إيش اللي صار، لأنه الخبر ترى مقتضب جدا. أنا ودي إنه أحد يقول لنا إيش اللي صار، كيف تم يعني التغير هذا اللي حصل، ومتى في أي وقت، ومتى في أي وقت صار، ومتى صار. في أكيد إنه ما جاء اليوم وبلغهم، وفي مباراتين ودية يا دكتور. أيوه، فأكيد إنه في وقت المعسكر هذا اللي في جدة صار في أخذ ورد وفي محاولات لإقناع. وابغى اعرف ايضا اذا فيه امكانيه انهم ايضا ينورونا ويطمنونا على البديل، وهذا موضوع ترى مهم جدا. وايضا اذا هم ايضا بيكشفون السر انه وين رايح. احنا ترى نتكلم عن انه رايح
منتخب سيدات يعني فرنسا. يهمنا احنا يا دكتور وين رايح؟ ما عاد يهمنا لا، الحين. أنا هو قصدي الان أقول اللي لك يهمنا الان المنتخب جاي قدام. قد يكون الصدمه بس. لا انت ما حتفرق يعني. لا انت تتكلم تو ابو نواف تقول تترك المنتخب السعودي تروح منتخب سيدات. اي سيدات. يعني انا قصدي اقول لك لو كان رايح مثلا المنتخب الاول فرنسا بيتغير الموضوع. فاحنا صادق. احنا نقول هو وين رايح؟ هو ضحى فينا عشان مين؟ هذه النقطة مهمة. أنا بعرف أنت ضحيت في المنتخب السعودي في عقد لمدة 27. يعني أنت يا دكتور نادم على أنه راح؟ أنا أقول على الأقل لابد أعرف وش التفسير يا دكتور. وعلى فكرة مسألة الندم إذا بيجيني لويس انريكي ولا بيجيني لا بيجي أفضل إن شاء الله. أفضل زين يا دكتور. ما عندي مشكلة. مع الأخبار المتداولة اللي أمس سريعة في وسائل الإعلام منصات التواصل وبعض الأخبار أيضا الأجنبية أنه عن أنه عن رحيل المدرب. حاولت أتواصل مع الأستاذ إبراهيم القاسم بحكم أني أمارس المهنية أبغى أخذ الخبر من مصدره. لم يتم الرد. اليوم قبل ما أدخل الاستديو بحكم أني يعني الأستاذ إبراهيم صديق وأتواصل معه في معرفة الأخبار مدى صدقيتها وأحاول أتأكد منها دائما علشان أكون على بينة. تواصلت معه ما تم الرد، وندخل الاستديو ما تم الرد. أيقنت أن الخبر صحيح. نعم. طيب ترى احتمال يكون وراء الموضوع نساء، يعني قصدي انا لاحظت في نسوان في النص، في نسوان في النص. صحيح. ليه؟ لانه كثير من اللاعبين والمدربين العالميين يعني بسبب زوجته ولا كذا يغير رايه، فقد يكون في الموضوع قد يكون في حل. يعني يا دكتور زوجته تغير رايه من مدرب رجال يروح يدرب نساء. انا اقول لك العكس. انا اقول حلمه قال لك في نسوان في النص. ايه انا اقول لك احتمال، لانه انا شفت مثلا يعني على سبيل المثال مثلا دي ماريا لاعب عظيم لاعب في مانشستر يونايتد، وبعدين زوجته ما كانت مرتاحه ترك النادي وطلع، يعني قال النادي انا زوجتي مرتاحه هنا، ما راح لفريق نسائي. بس إنه انا قصدي اقول لك انه بس وجهة نظر صحيحة، وجهة نظر صحيحة راح تخليه يروح للنساء مقبولة. طيب بالعكس لو كان يدرب السيدات وجانب هذه بحكم خبرتك الإدارية، هل أنت ممكن تحسب ملف زي كذا بوقت قياسي تكون مستعجل عليه تضطر يعني الحدث يخليك تضطر انك تكون نوعا ما مستعجل في اتخاذ القرار؟ لا انا اقول فيه الان مدربين منتخبات متاحين. إيه؟ انا مع الدكتور انه في مدربين منتخبات، نعم، وفي مدربين انديه مهما يكون في اختلاف كبير بينهم. طيب. وتجارب كثيره للمنتخب السعودي اللي نجحوا مدربين المنتخبات. انا اشوف انه وضع 6 شهور، إيه؟ لكن ممكن ترى يمكن في اقل من 2 3 شهور حتى ممكن احد يكون عنده عقد ونفس الامر يعني يدفع الشرط. طالما انه طيب. المدرب هذا عنده كل التفاصيل اللي ممكن يكون ناجح مع المنتخب السعودي. ماشي، ناخذ فاصل. ابو عبد العزيز، انا بنفس الرأي اللي طرحه زميل عوض. أنا طالب إنه المنتخب ممكن ياخذ مدرب النصر قيريسيا. أنت ما أنت ملغم، خاصة إنه فرنسي يعني نفس الجنسية. مو ملغم، ما أنت ملغم. هذه نوايا سليمة. هذه رواية تبغى الفكة. سعود ما يبغى المدرب. لا ما هو مسألة. طيب الحين في نقطة معينة خليني أسألك بالله عشان أستغل 30 ثانية هذه. حبيبنا اختياره بعد 6 شهور يصير باقي على كاس آسيا فترة قليلة، 3 شهور. ايه يعني هذا الموضوع ممكن يشكل لنا أزمة في مشاركتنا في كاس آسيا. أنا أعتقد أنه بعد 6 شهور وقرار غير موفق. المفروض يكون قبل على الأقل. طيب. أوكي مو الآن. إيه؟ يكون اختيار يعني مدروس قبل فيفا دي وبعناية، لكن فيفا دي إيه؟ نعم. قبل لازم يكون عندنا طيب مدرب. بسرعة أبو